بلوك الشومينو، خلي ايده عنده. تمام ماشي. سنسي معلش هنقطع التمرين. هو حضرتك بتتمرن لحد دلوقتي؟ بص يا سيدي، الايكيدو ملهاش حدود فعلا، ملهاش اخر. انت لما تيجي تدخل الاحزمه الكيو تفضل ماشي الكيو من اول الاصفر لحد لما توصل للبني، تفتكر انت بتحقق انجاز، وطبعا انجاز جميل جدا وبرافو اللي يوصل لحد المرحله دي. بس اول ما يحصل الحزام الاسود ويلبس الحزام الاسود ويقف يعمل كده وهو واقف على راس الجبل بتاع الكيو كله لحد لما يوصل للحزام الاسود الاول، هيجي يبص فوق هيلاقي في جبل تاني كبير، بدايه جديده، طريق جديد لازم يكمل فيه. الايكيدو مش بس تكنيكس، مش بس مخارج، مش بس مداخل، لا ده في كم مخارج كبير جدا هتاخد منها نفس المداخل نفس التكنيكس. فلازم تقعد تعلي مهاراتك. انت بتعمل كم مخرج من التكنيكس دي من نفس المداخل دي؟ فلازم تقعد تعلي مهاراتك وتعلي شغلك في الايكيدو وتعلي مخارجك في الايكيدو وتقعد تتمرن. فلازم تظل لو انت كمدرب وعايز تمارس التدريب وتفضل مع لعيبتك وتقدر تديهم شغل احسن وشغل اعلى، لازم تمارس التدريب وتفضل تتعلم وتتدرب. انا ما زلت لحد النهارده بروح للشيهان محمد السيد عمر الصاله واروح اتمرن معاه، لازم اتمرن معاه، لان كل مره بتعلم جديد. وكل ما الشيهان بيسافر اليابان ويرجع يدينا تاني بتعلم جديد. وكل تدريب معاه اضافه ليا. انا اضيف لعيبتي ازاي من غير ما اكون بضيف لنفسي. بس شكرا بس.